طيب، الحياة السياسية والعمل والفساد، التلاتة دولت يا جماعة هما حاجة واحدة. حاجة واحدة ليه؟ الحياة السياسية لما بتفشل الاستثمار بيقف، إدارة التشغيلات بتقف أو بتشتغل بمرتبات وأرقام غير حقيقية لا تكفي لأي إنسان. طبعا هما دلوقتي أسهل حاجة عند الناس احمد ربنا وأصل وفصل والخوف بتاع المواطنين اللي احنا عارفينه، اللي خلاص أصبح جزء لا يتجزأ من الحقيقة في مصر. طبعا الكلام اللي أنا قلته دوت هم بيقولوا في القانون اللي عليه حساب. وهل سرقة جيب المواطن معلهاش حساب؟ هل إهدار المال العام معلهوش عقاب؟ عليه عقاب. هل دخول على مواطن بدون إذن نيابة معلهوش عقاب؟ عليه عقاب. حصل وما زال يحدث ولا أحد يحاسب. طبعا أنا مش متأكد من اسم، لكني متأكد إنه موجود هذا الضابط، أو هو مش ضابط لوحده بصراحة، هو مش ضابط واحد يعني. فلحد دلوقتي كده أنا معايا تصادف مع 5 ضباط مصريين لا يحق لهم الوجود داخل الشرطة المصرية بكافة الأحوال. دي حاجة. الحاجة التانية بقى، أنت لو جيت تسأل في اللي أنا بجهزه أو بعمله، ده معناه إن أنت جزء لا يتجزأ من الفساد والفاسدين. رئيس الجمهورية قال خلي السلبية هي اللي خسر. فأنا عشان أختصر الأعداد اللي أنا قابلتها دي كلها مش محتاج غير يوزد سريع. طبعا كل الناس اللي اتدربت على الحاجات والأنواع عارفة إيه اللي أنا ببدأ في إنشائه ومدى سرعته واصطياده للأهداف وقدرته على ضرب عدد لا يقل عن 50 طلقة وممكن يوصل ل 200 طلقة في الدقيقة. طبعا دوت سهل، الإمكانيات بتاعته بسيطة، ممكن أنزل لبعض الناس التفاصيل، بس طبعا أنا مش عايز أعمل كده. ليه؟ خوفا من الفساد والفاسدين والأشكال اللي هتتعامل بيه غلط. طبعا ده موضوع سهل بسيط، كل ما تحتاجه هو مجرد 3 أنواع من السوست المعينة الموجودة بداخل حاجات كتير بايظة جوه داخل المنازل، مع وجود مشبك خشبي عادي أو 2 على الأكثر لمزيد من القوة والدعم. طبعا الوضع أصبح زبالة الزبالة. رئيس الجمهورية ما زال يعيش في الواقع الافتراضي هو ومن معه، ولا يسمعون صوتا آخر. معظم البلاغات اللي اتقدمت في مجلس الوزراء لا أحد يجيب ولا شيء يتحرك منذ 6 سنوات. موجود معاه التاريخ بتاع الشكوى ومكالمات مسجلة، دي مش هتتعرض إلا في حالة واحدة بس، البدء في عمليات لتصفية الفاسدين وتجميع أكبر قدر ممكن من المال والذهب. طبعا كل الفيديوهات اللي الناس كانت بتسرق فيها أو بتنصب فيها أو بيعرضوا حاجات مش موجودة، في ناس منهم هتنزل فيديوهات وفي ناس منهم هحكي لك التفاصيل المملة اللي حدثت بيني وبينه. كونك تكذب دي مشكلتك انت، لان انا حتى في الغلط بقول انا عملت ايه.
دي مشكلتك انت، وانت اللي هتتحاسب عليها. او صديق لك، عشان تبقى فاهم بس. انت حاسبت وقلت ان ده قانوني، وجنبي واحد عبيط اهبل لا يعني ليه شيء الا انه جاهل ولا يفهم شيء، وهو ضابط بالقوات المسلحة، فهو يدعم موقف هذا الضابط ويقول ان له الحق في عدم وجود المطلوب ان يأخذ اي حد من طرف العيلة. ده ضابط لا يسوى عندي عقب سجارة مطفي. الجهل والحاجات اللي انا سمعتها منه اللي هو متعلمها داخل القوات المسلحة لا تعني الا ان جميع القيادات يستاهلوا الحرق في ميادين عامة. كونك بتقنع الناس بحاجات هي اصلا مش موجودة لتدعيم موقفك وآرائك وفسادك، ده مش هيعود عليك الا بالسلب. كونك فاكر نفسك ان انت قوة يعتني بيها، فانت ليس قوة اصلا على الارض، انت غير موجود بالمرة. بيكون حصل حدث في 2015 شهر 5 ولم تعلم به شيئا الى شهر 11 او 10 بعد حوالي 5 شهور، فبدأت معرفة معلومات كنت داسسها ليك عشان خاطر اشوف انت هتعرف ازاي. طلعت لا تفقه شيء، كونك ضابط اهبل منتمي الى بعض المخبرين العبط الذي لا يفهمون معنى وجودهم كأفراد امن وتنفيذ للقانون في جميع الحالات، سواء محليات او كهرباء او غاز او مياه او حتى انشاءات من الطرق والرصف. فدي مشكلتك انت. جهلك ليس يسبب للجميع الفوضى لن تعود الا عليك وعلى منزلك، كما تدعي الى الفوضى في بعض منازل المواطنين. عشان تبقى فايق بس. فانت بالنسبه لي حاليا لا انا بعترف بيك ككونك رئيس مباحث او ضابط او انا ما بتكلمش مع حد دلوقتي. الفيديوهات دي مرسله الى الوزراء، بدايه من الوزراء الى رئيس الجمهوريه، وهذا هو عبارة عن شكوى مرسلة كما أرسل رئيس الجمهورية بعض الشكاوي بلهجات وتفاصيل سيئة للإهدار ووقوع هذا الشعب. فهي دي نفس المعاملة. طبعا أكيد هيبقى في تنفيذات، بس أنا لسه ما بدأتش ده. بجهز القوة اللي هتديني القوة في وسطيكوا. ما هو مش كل حاجة بالضرب، مش كل حاجة بالعافية. حدث موقف في 2020 اللي هو 2020 مع بعض المخبرين. دخولي كان عبارة عن وجودي أنا، ورحت للتفاهم. أثناء الكلام بدأ أمين بإشارة من الضابط أو نائب المأمور باسم، طبعا مش هعلن الاسم دلوقتي، قلت لك كله هينزل في ميعاد، وبدأ بالضرب على ظهري لدخولي الحجز، وأنا كنت غير ممتنع، يعني أنا أصلا ما امتنعتش، بس هو بدأ بالضرب على الظهر لدرجة إن صديق لي كان هيمسك فيه وهو واقف بيطمن إيه اللي هيحصل معايا. فأنا سكته والموضوع عدى. وهنكمل في فيديو تاني يا بالليل يا بكرة الصبح، بس كل واحد يعرف حجمه.